زينب قال ايه؟ عايزه حافظ بيه. قلت لها طيب قد خبر لدولة هانم. قالت لي ملوش لزوم، انا عايزه اعم العيال. عمل دبب في عينيها، انا رايحه لها. طب ادي خبر لحافظ بيه. هو موجود في اوضته دلوقتي؟ ايوه بس لسه ما نامش، اصله كان طالب من صالح يعمل له قهوه. طب اسمعي، ما تقولولوش الا لما اندهلك. ها؟ اهلا يا زينب. ازيك يا دولة؟ كويس. اقعدي يا زينب، ما تقفيش كتير لا تدوخي. انا مش تعبانة يا دولة. صحيح؟ امال ليه قالوا لي انك راقده في السرير وعندك ضغط؟ الحمد لله، ربنا الشافي. انت عايزه ايه يا زينب؟ ولا اقول لك تشربي ايه الاول؟ شاي ولا حاجه ساقعه؟ مفيش داعي، انا مش جاية الضيف. امال جايه ليه؟ انا عايزة حافظ في كلمتين. اسمه حافظ بيه. وماله؟ حافظ بيه. عايزه منه ايه يا زينب؟ اندهيله وانت تعرفي. اللي انت عايزه تقوله له قوله لي انا. لا ما ينفعش. ليه؟ في بينك وبينه اسرار ولا ايه يا دولة؟ اسمعي، انا زهقانة ما فيهاش روح للمناهدة. هتندهي جوزك ولا انده عليه انا؟ تندهي على مين؟ انت فاكره نفسك فين؟ في المغربلين؟ لا يا اختي، عارفة ان انا في الزمالك، وعارفة كمان اللي في الزمالك زي ما خليق ربنا وبندهولهم كده اهو. يا حافظ انت يا حافظ. اسكتي يا وليه يا حافظ. ايه عايزه تفتحينا؟ يا حافظ بقول لك اسكتي. يا حافظ. اسكتي انت يا حافظ. القهوة حافظ بيه. انت يا حافظ. اطلعي بره وبلاش تلقيح جتت. قولي اللي انت عايزاه يا بنت التراكم، بس انا بقى مش منقوله من هنا غير لما اقابل حافظ. انا هندهلك الشغالين يشيلوكي ويرموكي بره. دولة! ايه اللي انت بتعمليه ده؟ جننتي ولا ايه؟ جني لما يلخبطك. ايه؟ ما تسمع شغل الهجر اللي بتعمله الهانم مرات اخوك. كم بقى وعيب كده. اهلا يا زينب. اهلا يا حافظ. اتفضلي استريحي. هي مين اللي تتفضل ولا تستريح من غير اذني؟ انا لا عايزه اتفضل ولا عايزه استريح، هما كلمتين يا حافظ هقولهم لك وهروح. خير يا زينب؟ لحد امتى يا حافظ؟ ولغايه فين؟ وايه يا ام احمد؟ المشوار اللي بتجري ورانا وقدامنا وحوالينا من يوم ما اتجوزت اخوك لحد النهارده، المشوار اللي تحت فيه ورا شوقي لحد ما وقعته ما كفاكش. خدت حقه وماله ما كفاكش. صعب عليك ولاده يتربوا ويتعلموا يبقوا زي بني ادمين ما كفاكش. وقفت في سكتي عشان تأثر جهدي وتقطع نفسي وما كفاكش. ولما لقيت ربنا بيقدرني يوم بعد يوم وبيقربني من فرحتي وفرحة ولاد شوقي ما خلصكش يا حافظ. عشان ايه بس الكلام ده كله يا زينب؟ ايه مناسبته؟ سيبها تكمل وخليها تسمعك كمان وكمان. مش هي دي اللي كنت زعلانه علشانها وبتقول عيب؟ صبرك انت كمان يا دولت. انت جايه من بيتك في ساعه زي دي عشان تسمعيني موالك القديم يا زينب؟ اشتقت للخناق معايا ولا افتكرت كلمتين ما قلتهمش قبل كده وعايزه تقوليهم؟ أنا مانيش جاية أعيد حاجة يا أبو سمير، أنا بس عايزة أسألك، ما كفاكش كل اللي فات؟ انت بتتكلمي عن ايه يا زينب؟ عن اللي عملته النهارده يا حافظ. اللي عملته انا في ايه؟ يا سلام، يعني مش عارف حسين ابن أخوك فين دلوقتي يا حافظ؟ هيكون فين يعني؟ في الفيوم مع بقية ولادك وولادي. وحصل حاجة هناك؟ حسين مش في الفيوم يا حافظ، حسين بالسجن. اتبسطت يا استاذ بكر؟ اتبسطت؟ عاجبك اللي بيحصل بسبب فصاحتك؟ انا ما جبتش حاجه من عندي يا بابا، ولو كنت اعرف انها هتصمم وتنزل تروح لحافظ بيه ما كنتش اتكلمت. طب اتفضل بقى انزل، انزل دلوقتي حالا وروح استناها. استنى مين يا بابا؟ تستنى الست زينب، استناها يا ابني. الوقت متاخر وما يصحش نسيبها وهي في حالتها النفسيه دي، خصوصا اننا مش عارفين ايه اللي بيحصل بينها وبين سلفها. ايوه يا بابا، هستناها فين؟ هقف في الشارع قدام فيلا حافظ بيه كافيتيريا نظيفه، اقعد فيها واستناها وهي راجعه. يلا يلا اوهام.
وانا رايح اقعد مع الاسطى جعفر لغايه ما يرجعوا. استنى يا ابو مكرم، الاسطى جعفر من قلقه نزل وقال هيستنى عند محروس لغايه لما بنته ترجع. حلفت لك يا زينب اني ماليش دعوه بالموضوع ده. ما بتصدقينيش ليه بس؟ عايزني اترجاك يا حافظ؟ هو ده اللي هيخليك تحن على ابن اخوك وتخلصه زي ما وقعته؟ حاضر، اعمل معروف يا حافظ بيه. طب بلاش عشان خاطري، ولا عشان خاطر حسين، ولا عشان خاطر اي حد في الدنيا، عشان خاطر شوقي اخوك، شوقي اللي مات من غير لسانه ما ينطق سيرتك براضي. شوقي مش طالب منك غير حسين وبس. كفايه يا زينب، كفايه اعملي معروف. عمري ما فكرت اذي حد من ولادك، عمري، بالذات حسين. ده الوحيد فيهم اللي بيضحك في وشي، الوحيد اللي كل ما اشوفه احس ان شوقي عايش ما ماتش. رواحي يا زينب، رواحي نامي وانت مطمنه يا اختي. حسين هيكون عندك في البيت قبل الظهر. الو، مين؟ اهلا يا انكل. بابا اعتقد انه نام بقاله مده. صحيح يا ابني، ان شاء الله يكون مغمى عليه حتى. وهعمل لك ايه نيازي بس؟ اوه، اسكت انت يا دولة. الو، ايوه يا نيازي بيه. خير يا حافظ؟ مين؟ حسين ابن اخوك؟ امتى حصل الكلام ده؟ بس كده انا مش فاهمك يا حافظ، مش هو ده اللي... طيب يا حافظ، ما تسرحش كده في التليفون. بكره الصبح لما اروح المكتب هعرف المساله من اساسها. لا في الحاله دي ما اقدرش، ما دام وصلت النيابه معلش. بكره هشوف ايه اللي ممكن يتعمل. طيب يا حافظ، وانت من اهله. ايه الحكايه يا بابا؟ انا سامعاك بتقول نيابه. الواد حسين ابن اخو حافظ، اخو الهانم اللي البيبي يحبها، سرق عربيه وقبضوا عليه. ومين يا ترى صاحب الفضل في اكتشاف الجريمه؟ حضرتك ولا حافظ بيه رضوان؟ جرى ايه يا علاء؟ اذا كان بابا لسه عارف دلوقتي. صحيح يا بابا؟ ما تعرفش الا دلوقتي؟ انا ما عنديش وقت لتلميحاتك السخيفه، ولازم انبهك ان لهجتك معايا بدات تبقى واقعه. انا اسف، ما اقصدش. والمعلوماتك الخاصه، حافظ كان هيتجنن وهو بيكلمني في تليفون، ودي مش لهجه انسان متآمر. كنت فاكراه بيمثل على زينب، لكن بعد ما مشيت وقعد يطلب في التليفونات ويزعق حسيت انه فعلا ملوش دعوه بالحكايه دي. وبعدين ما دخلش اوضته الا بعد ما قلب الدنيا. كلم نيازي بيه، وكلم 5 محاميين كبار في بيوتهم، وطلب واحد كبير قوي في الداخليه مش فاكره اسمه. يعني غضبان بصحيح؟ غريبه، احنا كنا فاكرينه هيطير من الفرح. انتوا؟ اوعى يا راجل تكون انت اللي... انا ماليش دعوه، دي طبخه مختار البرهامي. هو كان فاكر ان هو بيعمل خدمه لحافظ بيه. طب ما قالوش الاول ليه؟ ومختار بقى حافظ صاحبه من زمان، وبيقرا اللي جواه من غير ما ينطق بيه وينفذهوله. وده اللي ملخبط دماغي، اكيد تفكيره خانه المره دي. يبقى حافظ بيه هيقلب عليه وعليك. عليا انا؟ وانا مالي؟ ما هو عارف ان انت ومختار بقيتوا سر واحد وملازمين بعض على طول. وبعدين بقى الحكايه كده ممكن تلخبط الدنيا، واحنا ما صدقنا. ده احنا كنا هنسجل عقد المحلين بتوع غمره والجيزه بكره باسمي. طب ما هو هياخد عليك ورق ضد. ده ثعلب ما بينامش لو عينيه مفتحه. انا عامل حساب لكل حاجه، وكل ضد وله ضد انا جايه. المهم دلوقتي ان انا لازم اعمل حاجه تبعدني عن حادثه حسين شوقي خالص. اقول لك، انت تروح له الصبح بدري قبل ما يخرج، وتحكي له على الحكايه كلها، وتفهمه انك حاولت تنصح مختار البرهامي ما سمعش كلامك، وقال لك ان دي اوامر حافظ بيه. براو عليك يا نجيه، طول عمرك وافكارك الملعلعه بتيجي في وقتها. عشان بس تعرف. ايوه يا حافظ، شوف اللي وضب موضوع الواد حسين ابن اخوك مختار البرهامي صاحبك، والراجل حجازي بتاعك عارف كده. كلامك طلع صح يا حجازي. انا ما اقدرش اكذب على سعادتك ابدا. ومختار
مختار بقى فانا ليا حساب تاني معاه. بعد اذنك يا حافظ بيه، مختار ما قصدش يزعلك، بالعكس ده كان فاكر انه بيعمل لك خدمه. يويله مني بس لما اشوفه. ما هي عادتك من زمان يا ابن الحاج رضوان، تستنفع منها وترمي قرفها على غيرك. انا عمري ما طلبت منك خدمه يا مختار، انت اللي بتتطوع. ماشي، بس مين بقى اللي كان بيكسب في الاخر؟ بصرف النظر، اللي كنت بتعمله زمان كان في حدود المصلحه، ما كانش بيضر حد. الله يرحمك يا شوقي يا ابن الحاج رضوان، الله يرحمك يا شوقي. اتلم يا ابن برهامي. اتلمينا يا حافظ بيه. طلباتك. موضوع العربيه يخلص قبل الظهريه. ازاي؟ زي ما ربطته تحل. اتصرف مع الراجل صاحب العربيه، كلامه في النيابه لازم يتغير، لازم نشوف له حجه يشيل بيها الاتهام، مفهوم؟ بس والا المحامين بقى هيجيبوا سيره جابر الاشوح، وانت عارف بقى جابر بتاعك ده لو اتزنق هيجرجر مين؟ تهددنا يا حافظ، هي دي جزاتي؟ هي كلمه واحده يا مختار. حسين ابن اخويا لازم يخرج من نيابه على البيت النهارده، نضيف 24 ايراد هو ولاد الميكانيك.